فقرة الشعر النهاردة إن ربنا هيجبر كسر قلبك مع الدكتور ماجد عبد الله. تعال نسمع بيقول إيه. وتمر أقدار الحياة ثقيلة فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها حتى وإن طال البلاء وهدها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها حتى وإن طال البلاء وهدها. طال البلاء وهدها. وفقرة الشعر النهاردة لقائلها بيقول لك مين اللي فعلا قريب منك. تعال نسمع بيقول ايه. ليس القريب قريب العرق والنسب، ليس القريب قريب العرق والنسب، بل من يعودك في شد وفي تعب. لا يخدعنك بعض الناس معدنهم، فالكل في اليسر فيهم لمعة الذهب. لا يخدعنك بعض الناس معدنهم، فالكل في اليسر فيهم لمعة الذهب. لمعة الذهب. فقرة الشعر النهاردة مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبيوصف حال الدنيا وهي مقبلة عليك كده ومديالك وشها، الناس بتبقى حواليك، وأول ما تديك ظهرها يخفوا، ومش بس كده، ده ممكن كمان يحاولوا يؤذوك. تعال نسمع بيقول ايه. المرء في زمن الإقبال كالشجرة، المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت بها الثمرة، حتى إذا ما عرت من حملها انصرفوا عنها عقوقا وقد كانوا بها بررة، وحاولوا قطعها من بعد ما شفقوا ظهرا عليها من الأرياح والغبرة. قلت مروءات أهل الأرض كلهم إلا الأقل، فليس العشر من عشرة. لا تحمدن امرئ حتى تجربه، فربما لم يوافق خبره خبره. لا تحمدن امرئ حتى تجربه، فربما لم يوافق خبره خبره. لم يوافق خبره خبره. وفقرة الشعر النهاردة مكملين مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وبيتكلم عن قلة الأصحاب. أنتم متخيلين الإمام علي بيتكلم عن قلة الأصحاب في وقت الصحابة، امال احنا دلوقتي نعمل ايه؟ الله المستعان. تعال نسمع بيقول ايه. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. في النائبات قليل. فقرة الشعر النهاردة مع شاعر دمشق ابن خطيب، وبيقول لك اوعى يغرك محبة الناس. فاكرين الليمبي لما كان بيقول لك اوعى يغرك جسمك؟ أو هنا بيقول لك اوعى يغرك اسمك أو مكانتك عند الناس. تعال نسمع بيقول ايه. إذا المرء أبدى فيك فرط محبة وبالغ في بذل الوداد وأكثر، إذا المرء أبدى فيك فرط محبة وبالغ في بذل الوداد وأكثر، فإياك أن تغتر، فإياك أن تغتر من بذل وده، ولو مد ما بين الثريا إلى الثرى. فما حبه للذات فيك وإنما لأمر إذا ما زال عنك تغير. فما حبه للذات فيك وإنما لأمر إذا ما زال عنك تغير. إذا ما زال عنك تغير. وفقرة الشعر من العصر العباسي لقائلها، بيشكر صاحبه، بيقول أنا مهما عمري طول حفضل أشكر صاحبي لأنه عمره ما من عليا وعمره ما اشتكى. أكتر بيت عجبني البيت الأخير، بيقول إيه. رأى خلتي، يعني رأى فقري من حيث يخفى مكانها. أنا كنت بخفي فقري عنه عشان ما يشوفوش، لكن هو شافه لأنه هو صاحبي. وشاف فقري إزاي؟ بيكمل الشطر الثاني من البيت بيقول لك إيه. فكانت قزى عينيه حتى تجلتي. القزى اللي هو الغمص. تخيلوا كده لما الغمص يجي في أطهر مكان في الجسم عندك بتعمل إيه؟ بتحاول تتخلص منه بسرعة. فساعدني إن أنا أتخلص من الفقر. تعال نسمع بيقول إيه. سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قزى عينيه حتى تجلتي.
رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. فقرة الشعر النهاردة مع الشاعر الجميل جهاد جحا، ومش أي حد نبكي عليه. تعال نسمع بيقول إيه. لا تبكي قوما ما لهم ميثاق، بعض الأنام فراقهم ترياق. من باع ودك لا تثق بوداده، فالحب عهد ليس فيه نفاق. لا تبكي من خان المحبة والوفا، أهل الخيانة ما لهم مصداق. لا يخدعنك في المعادن حسنها، كم في المعادن زائف براق. والنهاردة فقرة الشعر العربي من السودان مع شاعر السودان الشهير إدريس جماع، بيتكلم عن الناس اللي حظها عسر. تعال نسمع بيقول إيه. إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة في يوم ريح اجمعوه. فلما صعب الأمر عليهم قالوا كيف من أشقاه ربه تسعدوه. فلما صعب الأمر عليهم قالوا كيف من أشقاه ربه تسعدوه. فقرة الشعر النهاردة مع حمدة العوفية شاعرة الأندلس، هي وبتمدح وادي اسمه وادي آش. كانت بتقول إنه بيقيهم من الرمضاء اللي هو الحر. أنا اخترت لكم أبيات الشعر دي عشان البيت الأخير اللي بيقول إيه. يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. سمعك اللي بتقول إيه البيت الملعبك ده يا أبو خالد، أنا مش فاهم منه حاجة. أقول لك أنت لو فهمته هتقول الله على البلاغة والجمال اللي فيه. بتقول تخيلوا إن البنات العذارى هم ماشيين في الوادي، لما بيبصوا على الحصى بتاعه، أول ما بيشوفوا الحصى بيحطوا إيدهم على صدرهم، بيفتكروا إن العقد بتاعهم وقع في الأرض من شدة جمال الحصى. تعال نسمع بتقول إيه. وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم. حللنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. وأرشفنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم. وأرشفنا على ظمأ زلالا يرد الروح للقلب السقيم. يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. وفقرة الشعر النهاردة مع أبيات من معلقة عمرو بن كلثوم عن الفخر، لا ليفل الوحش من الفخر. تعال نسمع بيقول إيه. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينا. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. وفقرة الشعر النهاردة مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، عن الناس الغنية بعزة النفس والناس الذليلة بغنى الفلوس. تعال نسمع بيقول إيه. صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل. ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليل. يعز غني النفس إن قل ماله ويغنى غني المال وهو ذليل. وفقرة الشعر النهاردة من الشعر الجاهلي لطفيل الغنوي. تعال نسمع بيقول إيه. جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي. جزى الله عنا جعفرا حين أشرفت بنا رجلنا في الواطئين فزلتي. هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلتي. أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. وفقرة الشعر النهاردة مرحة شوية عن البعوض برضو مشاكلنا معاه لقائلها. تعال نسمع بيقول إيه.
ولما نمت أيقظني بعوض وكانت ليلة مثل الهباب، ولولا الصبح أدركني وربي لجردني البعوض من الثياب. فرد عليه شاعر تاني قال له يا حبيبي ده بعوض المدينة، انت ما جربتش بعوض الريف. صديقي عن بعوض الريف سلني، صديقي عن بعوض الريف سلني، فبالأنياب يعقر كالكلاب، شراسته تزيد الهم همًا فتقضي كل ليلك في اكتئاب. إذا استعملت مضطرًا مبيدًا يرد عليك ما هذا التصابي، فقم ليلًا إذن وارقد نهارًا لكي ترتاح من هذا العذاب. وفقرة الشعر النهاردة للشاعر سعد الدين عبد الرازق، بيلخص لك الدنيا دي كلها في كام بيت شعر. تعال نسمع بيقول ايه. وما تلك الحياة سوى سراب، وما تلك الحياة سوى سراب، كشفناه وضللنا الرجاء، وكل سعادة فيها شقاء، وكل مسرة فيها بلاء، ونجمع من فرائدها كنوزا ونجهل أنه عرض هباء. فكم من معشر طمعوا فتاه، فكم من معشر طمعوا فتاه، وأغرتهم بأنجمها السماء، وشادوا بالنعيم بناء عز، فراح العز وانهدم البناء. تعالى الله ما شيء بباق سوى حي له كتب البقاء. تعالى الله ما شيء بباق سوى حي له كتب البقاء، له كتب البقاء. فقرة الشعر النهاردة مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، عن إزاي نعيش بكرامة وتعمل إيه لو افتقرت. تعال نسمع بيقول إيه. لا تطلبن معيشة بمزلة، لا تطلبن معيشة بمزلة، فلا يأتينك رزقك المقدور، واعلم بأنك آخذ كل الذي لك في الكتاب مقدر مسطور. واربأ بنفسك عن دني المطلب، واربأ بنفسك عن دني المطلب، وإذا افتقرت فداوي فقرك بالغنى، وإذا افتقرت فداوي فقرك بالغنى عن كل ذي دنس كجلد الأجرب. ولا يرجعن إليك رزقك كله لو كان أبعد من مقام الكوكب. فلا يرجعن إليك رزقك كله لو كان أبعد من مقام الكوكب، أبعد من مقام الكوكب. الشعر النهاردة مع الشاعر الجميل جهاد جحا عن التكبر. تعال نسمع بيقول إيه. جميع الناس في الدنيا سواء، فلن تبقى ولن يبقى الثراء. جميع الناس في الدنيا سواء، فلن تبقى ولن يبقى الثراء. فلا تغتر في شيء سيفنى، فلا تغتر في شيء سيفنى، فعز المرء بالفاني غباء. فدع عنك التكبر كن عقولا، فكبر المرء عقباه الشقاء، فكبر المرء عقباه الشقاء.